كل المصريين رفعوا الأعلام المغربية بعد فوز وانتصار المنتخب المغربي على منتخب الأرجنتين والتتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ العرب وتاني مرة في تاريخ أفريقيا. مليار مبروك للمغرب. كل الإعلام المصري وسمعك بالصوت والصورة حاليا، الإعلام المصري بالكامل بيقول لك اتعلموا يا مسؤولين مصر، اتعلموا، شوفوا المغرب بيعمل ايه واعملوا زيه. احنا طلعنا من دور المجموعات، احنا طلعنا بفضيحة، احنا اتغلبنا من اليابان واتغلبنا من نيوزيلندا وطلعنا بفضيحة. اما المغرب ففاز على مين؟ فاز على كل المنتخبات الأوروبية والعالمية، فاز على كل المنتخبات اللي كنا بنقول انهم هيفوزوا على المغرب بكل سهولة. هو اللي فاز، هو اللي انتصر، هو اللي اكتسحهم، هو اللي رفع الكاس، هو اللي رفع الكاس، هو اللي رفع الكاس. مليار مبروك، مليار مبروك لكل ما هو مغربي، مليار مبروك لجلالة الملك محمد السادس. جلالة الملك محمد السادس اللي ما شاء الله ما شاء الله واحد من الشعب المغربي نزل للشوارع او نزل بسيارته في الشوارع زيه زي اي مواطن مغربي، ورفع الاعلام المغربية احتفالا بالمغرب زيه زي اي مواطن مغربي، لانه هو في الاول وفي الاخر مواطن مغربي. جلالة الملك محمد السادس ربنا يشفيك، وشكرا شكرا على التقدم، شكرا على الابداع، شكرا على القوة، شكرا على ان انت خلتنا في مكانة تانية، شكرا على الدعم القوي جدا جدا للمجال الرياضي في المغرب، شكرا على الامكانيات اللي عندك والتفوق والابداع. امبارح في ناس بكت من السعادة، امبارح انا واحد من الناس والله بكيت من السعادة، والله بكيت من الفرحة، والله بكيت من اللي انا شايفه. المغرب يا جماعة، المغرب خلانا في مكانة تانية. كل سنة كده نبكي بسبب انجاز تاريخي للمغرب 2022 في قطر، والانجاز التاريخي اللي عمرنا ما هننساه، اللي قدر ياخد رابع العالم، قدر يفوز وينتصر وياخد رابع العالم في قطر 2022، واولمبياد باريس قدروا ياخدوا البرونزية. والنهارده انجاز اسطوري وعالمي، انجاز لم يسبق في الوطن العربي، قدر انه ياخد الاول في العالم ويتوج ببطولة كأس العالم للناشئين. مليار مبروك لكل ما هو مغربي. تعالوا بينا نتفرج على الفيديو ده وبعد كده نكمل كلامنا. اسمع معايا. راه ديك الدقيق قصار. راه شوف، ما كاين لا كعب الغزال لا والو. واحد تقول لي ما درتيش كعب الغزال، حنا مع البساطه. بسم الله بسم الله. هذا عنده دلاله الفقاص وباقي التوابع ديالو، وقس عليه ما شئت الفقاص. ها هو بسم الله، ها هو بسم الله. الحمد لله والشكر لله. يعني باش نلتقط الانفاس، اول شيء هو السجود لله حمدا وشكرا له، السجود لله حمدا وشكرا له. ونطلب من خوتي المغاربه يسجدوا سجده حمد وشكر، لان الطريقه باش تبعنا هذه المباراه هذه. وهنا كنعاود ناكد، منين كنت اكدت بانني صغير تفرجت في المباراه ديال الفريق الوطني امام المنتخب ديال البرتغال وحنا كنقراو، فالبعض قال لي عطله. اؤكد باننا كنت يعني في الزمن ديال الثمانينات 1986 في الابتدائي، وكاين واحد الصديق كان وثقها وكان من الحضور، صديق ديالي في الابتدائي في طور البدايه في المسار ديالي التعليمي، وبالتالي هو حلقه كنا اكدنا من خلالها باننا كنا عشنا هذه الفصول وحنا صغار. انا شخصيا وليداتنا عاشوه معنا، وبما انهم في عطله بينيه فخلينا معاشوا هذه الاجواء هذه. القهاوي حالين، يعني الابواق ديال السيارات الناس خرجوا جارينا ولله الحمد، قال لي خذ راحتك، بقى على السجيه ديالك دير داكشي اللي ترضاه. وبالتالي اقول الله اكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا حمدا لله وشكرا لله. هذا انتصار اكبر، يعني اكثر من كره القدم، انتصار في ظرف دقيق على الكره المغربيه. شوف، اللي ما غاديش يعجبو الحال نقولوا له حنا اسياد الكره ولا ملوك اللعبه ولا الكره حنا مواليها، وحنا مشي قلب على جهه اخرى. ربحنا البرازيل والارجنتين وخلطناهم في ميكسور واحد وصيفطناهم، وربحنا الصواليون وربحنا فرنسا. وكنعاود ناكد قبل ما تفرجوا في هذا الماتش، الست دقيق عاود دقدق كرويا المنتخب الاسباني داخل الصالات وربحوا ب4-2. الصواليين ربحناها دابا ب4-2 وربحناها في قطر وربحناها في الارجنتين. الملوك ديال الكره الاوروبيه اصحاب تيكي تاكا. ومره اخرى اؤكد على ان هذا العلم اللي ارتفع اليوم في الشيلي، اليوم الشيلي خفق وارتفع فيها العلم المغربي خفاقا في الاعالي في ملعب سانتياغو الوطني. وكل الشكر والتقدير لجماهير الشيلي اللي وصلتنا الاصداء بانهم كما اكدت كانوا معنا. ولكن اجوا معنا وشي حويجات. واش قلت لكم الزبيري ولد سيدي يوسف بن علي؟ اسمحوا لي نصوب الاضاءه.
قلت لكم الزبيري ولد سيدي يوسف بن علي غيتورخا وغادي يماركي اليوم ديريكت، ما غيماركيهاش باندا. وبالفعل الزبيري بداو بليه، هو اللي قلت لكم في الحلقه اللي دازت وكأن الحدس او نقولوا فراسه المؤمن لم تخطئ. ماركا جوج بيوت وتوج الهداف ديال هذه النسخه هذه، جوج بيوت ما يحتاج فيهم لا باندا ولا والو. غنعطيكم الكثير من التجليات المثيره في هذه الحلقه للتاريخ. دخلوا عليا تيشيروا عليا باش ندير هذا الاهداء هذا، سمحوا لي الله يجازيكم بخير، ما ديروش مني قله الصواب. هذه الحلقه قبلوا عليها كيف ما بغيتوا. هذه ها هي يلا الله يسخر الله يعاون. حلقة للتاريخ زغرودة سمعتها أنا في البيوت المجاورة لنا في هذا الوقت المتأخر، يعني وشيء يعني يتجاوز الوصف، باش نحاول نتحكم في المشاعر ديالي وكيفاش غنقدم لهذه المباراة وبأي شكل. واش نتذكر في الجوانب التقنية، واش نهضر في الكرة اللي قريناها للمنتخب الأرجنتيني. سي كولينا اسمح لينا، ما كاين لا سكومينا ولا كولينا. الحكم الطلياني اليوم كان رائع جدا جدا جدا، ولو أنه كان يعطي البيلانتي، واسمحوا لي كان يعطي البيلانتي لان الكره في لا سيرفاس 2 دقائق و50 ثانيه، هو كيدقق في الكره ديال الزبيري اللي كانت فوق الخط واللي خصها تعلن ضربه جزاء والطرد ديال الحارس الطلياني. ماشي مشكل، اعلن ضربه خطا، وبالتالي الهدف من ضربه خطا في الزاويه 90 على طريقه ليونيل ميسي في مرمى الفرقه ديال ليونيل ميسي. لان الزبيري قبل الماتش داروا معاه واحد الحوار، واحد الشورت جميل جدا، واكد لهم بان اللاعب المفضل ديالو على مستوى العالم شكون هو. ولد سيدي يوسف بن علي سكت او رقد الارجنتينيين وقال لهم هو ليونيل ميسي اللي كيشوفوا افضل لاعب في التاريخ، وزرعها في الزاويه 90، وغادي يخلي الجماهير الارجنتينيه غطيح عليها القطره ديال الثلج البارد في الملعب الوطني ديال الشيلي. وقبل ما نمشي للتجليات باش نفتح لكم الموضوع، اليوم الطائرات ديال الخطوط الملكيه المغربيه جعلت من العاصمه الشيلي كانها موسم من المواسم اللي كيكون فيها داك اللون الاحمر. ما عرفتش انا شكون هو المواسم اللي كيطغى عليها اللون الاحمر. حضور افراد من المغاربه اللي مشاو، كاينين الناس اللي شفتهم داروا فيديو واثروا فيا بواحد الشكل، يعني اش نقول لكم بدون تعليق. الناس فيهم السكر و14 ساعه هما محلقين غتقول لي اش داهم يمشيو. غنقول لك انت مغربيت هذه يا معلم، غنقول لك انت مغربيت. وهنا كنقول هارد لك ملي كنهضر على انت مغربيت كنربطها هذاك لي زونتي مغاربه ياك اللي سهروا معنا، سمحوا لينا. هذوك لي كاميليون الحربائيون اللي لبسوا اللون ديال الارجنتين من بعد اللون ديال فرنسا واللون ديال الصباليون وديال كوريا وديال الميريكان وديال المكسيك، ما عندكم ما ديروا. هادشي اللي كتب يا ترى اليوم الا كنا كنقولوا واحد 400 مليون من المقحطين او اللي قاطنين حدانا، فكنت واحد 200 مليون كانت كتسنانا في الدوره باش نخسروا، مع اننا ما نقولوا لهم يعني حياتهم عذاب ضنك الا بقاو لان اللي عاش وهو يراقب الناس عاش في كمد. فقلت بان الامور اختلطت عليا في هذه الحلقه، ما يمكنليش نمشي في الجوانب التقنيه، غندير الحلقه كما عشتها. حميت ورج عليا قبل ما ندير الحلقه درت دوش. انا كنقول هاد الامور هذه لا انصح بها احدا، دوشت وخليت شلال ديال الماء بارد باش نفيق، باش نكون فري مع الجمهور الكريم. يعني ما استوعبتش انا السيناريو ديال الماتش والاحداث اللي رافقاته والجمهور المغربي اللي كان والجماهير الشيلي اللي جات معنا 14 ساعه اللي قلت لكم، والناس وصلوا تما وما لقاوش المجال فين ياكلوا من تما. من سماها الماء مشاو مباشره للملعب لانهم مشاو بكري. يعني هذا كنبرز لكم الجانب ديال التضحيه. المغاربه شائعين في العالم، فين ما مشيتي تلقاهم، ولله الحمد ولله الشكر. بالتالي غادي ندخلوا للمباراه اليوم ونعطيو واحد التجليات، لان هذا الماتش وهذا التاريخ اليوم اللي كان فوزي القجع حاضر تما، وزير الخارجيه ناصر بوريطه حاضر تما، ووليد الركراكي حاضر تما، ولا اللي حضر. الانجاز يحسب للسيد محمد وهبي صاحب الطريبيشه اللي كنتوجه له بالتحيه. ولاحقا ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير انا هاد الطريبيشه هذه خديتها للولد، وغادي نكمل بها الحلقه ان شاء الله السميع العليم. القضيه في الطاقيه في الساشيه في اللي بغيتي. بعد طربوش ديال السي طارق السكيتيوي بالطريقه الفاسيه اللي ورثوا على والده، هذا طربوش موروث عنده 12 القرن على ما كنعتقد، ما مخنشل ما يتقلد، ديال السي وهبي، واللي كنتوجه ليه بالتحيه وبالتقدير وبالاحترام وحتى بالاعتذار. واقول له السي وهبي ها هي كتبان لك شابو، وكما تقول الحاج برافو 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 على طريقه السي محمد الجم، لانه اسكت الافواه. الارجنتين اللي ماركاو عليها جوج البيوت على امتداد الماتشات كاملين، فالمغرب ماركا عليها جوج بيوت في 20 دقيقه. حنا موالين الكره ولا ماشي مواليها؟ حيد هذه. الارجنتين اللي ربحت كوبا، وقلت لكم كوبا عندها الملاكمه، وربحت الطاليان، وربحت الاسترالي، ولا دوزات المكسيك، ولا دوزات كولومبيا، عنديش مشكل. قلت لكم الباركور ديال الفريق الوطني اللي ربح الصبليون مع فرنسا، واللي ربح البرازيل، وربح المكسيك، واللي ربح كوريا، وربح ميريكان، غيربح الارجنتين. لم اكن مخطئا البعض. هادو واش مغاربه؟ اعتقد لا اعتقد ذلك. اللي دخلوا عندي وكنعتقم ذباب ماشي تاع الكتروني، ذباب من القاذورات ومن القمامه. لا اريد ان باش ما نخسرش الحلقه. وكانوا تيقولوا لي تفرج وداروا لي الطريحه وداروا لي الطريفه وخذ الخمسه وخذ السته وخذ السبعه. اليوم كنقول لكم بانه الكيد في النحر
والفريق الوطني اليوم رقى المنتخب الارجنتيني بالمدرب بلاسينتي اللي خرج اكوينيا في الدقيقه 28 ودخل لاعب سيلفيتي. هذاك سيلفينتي اللي كيدخلوا دائما جوكر اليوم دخلوا، ولكن ما نشمهاش يا معلم. اليوم المنتخب الوطني الا كانوا لي زورجونتان ورثوا داك الكره ديال الكاتيناتشو من الطاليانيين، لان البرازيليين معروفين بالسذاجه وبلا فيستا والكره ديال الباتشانغا والكره ديال الكوبا كابانا ديال لابلاج والكره ديال دقه دقه والاستعراض. فالمنتخب الوطني الارجنتيني معروف بانه خدا داك الكره ديال الطاليان وداك الكره الواقعيه ديال اوروبا، وبالتالي باش تيشمت في الكوبا امريكا بعض المنتخبات. اليوم المنتخب الوطني بالحضور ديال كولينا، واش معايا نتوما في الاربيط ولا لا؟ انا جاي لهاد القصه هادي. الفار كيفاش خدم معنا وعالي معمر، ياك معمر سير لينا المبارد، هلكني داك الوليد انا في صحتي، وكان عزيز عليا بزاف من النجوم اللي غيكونوا في الفريق الوطني بلاصه حكيمي والمزراوي. ولكن داك النهار بيلانتي مع امريكان، واليوم جوج البيلانتيات، واحده غتصفر وواحده غتصفر، لولا الحكم الطالياني والوليد كيضحك بيدن بارد وانا في سلي الماء في الركابي، لان في البيلانتي تكون تصفروا فكان غيكون شيء فظيع غير مقبول للفريق الوطني. بنكمل مع هذه القصه ديال الفريق الوطني اللي يلعب بالطريقه ديال الكاتيناتشو مع الارجنتين. متاريس دفاعيه سي وهبي الله يعطيه الصحه دخل بالتشكيله المثاليه ديال الحارس غوميز اللي كيعوض بن الشاوش اللي كنتوجهوا له بالتحيه. يعني كان في المستوى دار داكشي اللي خصو يدار واكثر وزياده، وله فضل كبير في البلوغ الفريق الوطني هذه المحطه. غادي يمشي للدفاع، غيدير لنا معمر في اليمين وغيدير لنا الزواني في اليسار، والطوندي معوف زين الحروف مع البختي الساقطه قدامه، غيرجع المايسترو الصادق وغيلعب الصادق مع الخليفي ومع بيار. هاد بيار وهاد الخليفي فدازو انابيرسي، الناس ما شافوهمش بجوج. بيار اللي كان مع المنتخب الفرنساوي ديال ديزيلي دوي والحارس اولميطا، ولا ربح واحد اللقب مع المنتخب ديال فرنسا في 17. الفرحة حلوة، الفرحة جميلة، الفرحة السعادة حلوة انك تشوف منتخب انت بتشجعه من اول البطولة وبتسنده من اول البطولة وبتدعمه من اول البطولة وبتدعي ليه من اول البطولة ويفوز بالبطولة. لازم يكون في فرحة زي كده، لازم يكون في سعادة زي كده، لازم يكون في انبساط زي كده، لازم يكون في احتفالات زي كده. شوارع المغرب دلوقتي كلها مليانة على آخر. شوارع المغرب دلوقتي، كل شارع في المغرب، كل مكان، كل حارة، كل مدينة، كل قرية في المغرب مليانة بالشعب المغربي، مليانة بالأعلام المغربية فرحا بهذا المنتخب الأسطوري، فرحا بالمنتخب المغربي الشباب اللي فرح واللي شرف كل العرب واللي شرف كل أفريقيا. الأسطورة محمد أبو تريكة، الأسطورة الكبير اللي كلنا بنحبه وبنعشقه، ابن مصر كابتن محمد أبو تريكة، اللي طلع بعد لقاء المغرب والأرجنتين ونزل بوست طويل عريض على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وبارك للمنتخب المغربي، بارك لكل المغاربة، بارك للاعبين، بارك للجهاز الفني. قال المغرب فعلا التقدم والتطور والإنجازات اللي في المغرب حاجة رهيبة وحاجة ممتعة وحاجة تشرف وحاجة نفتخر بيها. قال لك المفروض كلنا نتعلم ونستفيد من هذا الشغل وهذا التقدم، خصوصا ان المغرب بلد عربي وبلد شبهنا وبلد زينا وبلد مننا، اخواتنا واشقائنا المغاربه، المفروض ان احنا نتعلم ونستفيد منهم. كابتن محمد ابو تريكة نزل، وكابتن عصام الحضري نزل ايضا، وجميع المدربين المصريين نزلوا، كلهم نزلوا، والاعلام المصري وكله اتكلم. امبارح كل مصر اتكلمت، امبارح كل مصر سلطت الاضواء على التقدم والتفوق والابداع اللي عمله المغرب، على الفوز والانتصار الكاسح على الارجنتين بثنائيه نظيفه والتتويج ببطوله كاس العالم. اما حفيظ الدراجي فنزل بوست، البوست عجبني ولكن اخر سطر ما عجبنيش. اخر سطر يدل على ان هو برضه لسه في حقد وغل، اخر سطر يدل على ان حفيظ الدراجي للاسف لازم كده يظهر اي حاجه سيئه في اي بوست ينزله عن المغرب، مش فاهم ليه. كابتن حفيظ الدراجي بارك للمغرب وقال المغرب في تقدم وتطور وامكانيات في المجال الرياضي وكل حاجه ومفيش اي مشكله، لكن في اخر سطر كتب ايه؟ المغرب توج ببطوله كاس العالم كثالث منتخب افريقي يتوج بالبطوله. ما كتبش اول منتخب عربي، ما كتبهاش دي، كتب ثالث منتخب افريقي، وهو مش ثالث هو ثاني، لان غانا فقط هي اللي خدت البطوله دي، ما فيش منتخب في افريقيا غير غانا والمغرب اللي خدوا البطوله دي. قال لك غانا ونيجيريا
طب نيجيريا مين يا عم الحاج؟ نيجيريا خدت البطوله ولكن تحت ال 17 عام. نيجيريا ما خدتش كاس العالم تحت ال 20 عام، خدت البطوله ولكن تحت ال 17 عام. فقال لك غانا ونيجيريا، فهي غانا بس اللي خدت البطوله. طب يا كابتن حفيظ، المفروض ان انت تكتب اول منتخب عربي يفوز ببطوله كاس العالم للناشئين، وثاني منتخب افريقي يفوز ببطوله كاس العالم للناشئين. هو ده اللي المفروض يتكتب. هو ده. انت اعلامي كبير، او ان انت رياضي، او ان انت معلق كبير، المفروض حاجه زي كده ما تفوتكش بامانه الله. حاجه زي كده المفروض ان انت تقولها طالما انت باركت للمغرب. لكن يا جماعه دايما بيحصل كده ايه، يعني هو عايز يظهر حاجه بس، فكل حاجه يعني مش عايزين ندخل في نيته ولا عايزين ندخل في كل حاجه ظاهره، بس اللي بيتكتب قدامنا احنا بنحلله، اللي احنا شايفينه واحنا بنقوله. مبروك للمغرب. بعض الصفحات الجزائريه امبارح نزلت او طلعت كلام كده تقليل من البطوله. قال لك البطوله دي بطوله اصلا ملهاش شعبيه، وبطوله اصلا غير مصنفه، وبطوله ملهاش جمهور ومحدش بيتفرج عليها. قللوا من قوه وقيمه البطوله. اعلام جزائر، صفحات جزائريه كبيره على السوشيال ميديا قللوا بشكل كبير جدا جدا من قيمه البطوله. طب ليه؟ السؤال هنا ليه التقليل ده؟ ليه بتقللوا من بطولة كبيرة زي كده؟ ليه بتقللوا من بطولة العالم كله بيتفرج عليها؟ ليه؟ عشان الحقد؟ علشان الغل؟ علشان السواد؟ علشان الكراهية؟ عشان انت مش طايق المغرب؟ علشان انت ما بتحبش المغرب؟ علشان انت نفسيتك مش مرتاحة في المغرب؟ طب ده عن ناحية وده عن ناحية. قوة البطولة ما ينفعش ان انت تقلل منها. دي فيها يا ابني الارجنتين يا ابني، وفيها فرنسا، وفيها اسبانيا، وفيها البرازيل. انت بتقلل من ايه؟ قال لك اصل المنتخبات دي ما بتجيبش اللعيبه الفرزه الاولى اللي عندهم. قال لك المنتخبات دي بتجيب اي حاجه كده عشان يشاركوا في البطوله وبس. اما اللعيبه المتالقين فالانديه ما بتسمحش ان هم يروحوا المنتخب عشان عايزينهم في البطولات وكده. كفايه عشان انت ظاهر ان الغل ظاهر عليك. كفايه عشان انت ظاهر سوادك، سواد قلبك من جوه والله ظاهر برضاك غصب عنك. دي بطوله كبيره والمغرب قدر يتوج بيها، ومليار مبروك لكل اخوات المغاربه. فوز وانتصار مستحق على الارجنتين وتتويج ببطوله كبيره اتكتبت في التاريخ. خلاص اتكتبت في التاريخ. اعملوا لايك، شيروا الفيديو في كل مكان، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلك مننا كل ما هو جديد وحصري. شكرا لكل اخوات المغاربه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.